ذكري ارت، هنفهم الرسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في قناة ذكري ارت. النهاردة يا جماعة عندنا ريفيو عن الوان البوستر كولرز. يلا بينا. الوان البوستر كولرز هي عبارة عن حاجة كده ما بين الوان الجواش والوان الووتر كولرز. تمام. هي عموما وهي من ماركة بولوكس، 12 لون. آه نتكلم بقى ايه في السعر. السعر هنا عندنا الألوان ديت ب75 جنيه، اللي هو ما يقرب 3 دولار. إلا حاول أسيب لك الرابط بتاع شراء الألوان من على أمازون أو نون في الديسكريبشن. لو ما عرفتش بقى يبقى أنت إيه، خد سكرين شوت الألوان أهي. ثواني بس أهي، خد سكرين شوت الألوان وقول له ديت ألوان بوستر كولر من ماركة كولوكس أهي. شايف؟ خد سكرين شوت. تمام تمام. وهنا بقى ايه، جينا لكم عند الريفيو. يعني انا بص، انا تهت حرفيا على قطر مش لاقي. ف انا جبت العلبة وهقطعها بالبرجر، بسن البرجر الحل ده. فانا هشوف اصلا هو ينفع ولا لا. انت بقى بعد ما شفت التجربة على ورق ابيض و... وشفت بقى البيجمنت بتاع الالوان، اللي هو التركيز بتاع اللون، وصراحة كان حلو جدا مقارنة بسعره طبعا. بس انت اكيد دلوقتي مش جاي تشوف بتاع على ورق ابيض، ولا جاي تشوف بيجمنت، ولا جاي تشوف الكلام ده. انت جاي تشوف فعلا حاجة حقيقية، واحد بيرسم بيها.
فما تخافش، انا رسمت بيها 3 رسومات بالظبط، 2 منظر طبيعي وواحدة انمي. تعالى بقى نشوف. ابتدى. ركز كده فيها، هي اول تجربة، بس الصراحة يعني هي تمام. بالنسبة لأول تجربة فهي تمام جدا، وصراحة كانت من غير خبرة ولا أي حاجة خالص. شايف التدريج بايظ جدا. ننتقل بقى إيه لتاني تجربة. ابتدى اللي هي دي. صراحة يعني بكل فخر الرسمة دي جامدة، والله جامدة. يعني أنت شايف تناسق الألوان فيها والشجر واللي هو الأزرق اللي على الشجرة ده اللي هو بيحكي السماء وكده، فاهم؟ رسمة جامدة بكل المقاييس يا جماعة، لأ عاش عليا، سقف لي يلا سقف لي. نيجي بقى لو أنت عايز ترسم بيها أنمي، فبص، نصيحة من أخوك. عايز ترسم أنمي، تقل في الورق على قد ما تقدر، على قد ما تقدر تقل في الورق. بص زي ما أنت شايف كده، الأوتلاين مظبوط، كل حاجة مظبوطة ما عدا اللون. يعني هو الألوان في رسم الأنمي محتاج ورق تخين، ورق 300 جرام فأكتر لو أنت عايز ترسم أنمي عشان يستحمل طبقات كتير اللي أنت هتحطها. وبس ده اللي أنا قدرت أرسمه بس دلوقتي عشان فترة الدراسة وكده والمذاكرة الكلام ده كله. يعني ادعوا لي يا جماعة ربنا يطلعني من الأوائل بإذن الله. بقى للأدوات، طبعا أنت مش هترسم بصوابعك يعني، أكيد أنت محتاج أدوات عشان تعرف ترسم بالألوان دي. فبص باختصارا كده هقولهم على السريع. ورقة وقلم وتعب. هتحتاج فرش، مش هقولك تجيب فرش كتير، انت هتجيب 3 فرش بالظبط، واحدة كبيرة، واحدة متوسطة، واحدة ايه صغيرة للحاجات الدقيقة. تاني حاجة انت محتاج البلد اللي هي دي عشان تحط فيها الألوان، ولو عايز تخفها تخفها والكلام ده كله. بقى اللي هي العصاية أو خشبة بتاعت الآيس كريم دي. نعتبر مثلا ان ايدي دي هي الوان البوستر كلر، تمام؟ فانت بتجيب صباعك وتبدا انك تاخد شويه من البوستر كلر وتحطها في البلد. بس هو ده عملها، وبتبدا بقى تدمج بيها، فاهم الكلام ده كله. الحاجه اللي بعديها هتحتاج سرنجه دي عشان لو الالوان فعلا عايزه ميه تخف تحط بيها، تمام؟ ده اهم حاجه وهي الورق. اجيب ورق كام جرام يا محمد، او اقول للراجل بتاع المكتبة ايه عشان يديني ورق مناسب للالوان دي؟ انا هقول انت قول له الكلمتين دول بالظبط. انا عايز ورق يكون تخين. انت بقى هتبص على السكتش من بره، هتلاقيه مكتوب عليه 180 او رقم، يعني 180 وجنبه جرام، 150 وجنبه جرام. ما تشتريش 150 ولا اقل من 180 اصلا، انت من 180 فما فوق. من 180 طبعا لو انت عايز ترسم بيها حاجات خفيفة زي المناظر الطبيعية. طب لو انت عايز تتقل بقى وترسم انمي واشخاص والكلام ده كله، انت بقى تجيب ورق 300 جرام او 200 جرام، يعني هو بالميت خالص 230 جرام فما فوق. يعني ده اذا طبعا ال 230 جرام استحمل معاك الطبقات. فانت عشان تبقى يعني مطمن، حتى 300 جرام هيبقى كويس جدا معاك. وطبعا هتلاقي السكتش غالي، فانا عندي الحل. انت تقول للراجل او تروح لاي مكتبة كبيرة تقول لها انا عايز فرخ اللي هو ورقة كبيرة، وانت تبقى تقطعها في البيت. فرخ كام جرام يا ابني؟ انت تقول له انا عايز فرخ 300 جرام، وهو هيجيبولك بسعر اقل. وانت بقى تبدأ تقصه في البيت على حسب الحجم اللي انت عايز ترسم فيه. وبس يا سيدي. وكمان حاجة نسيتها، هتحتاج شريط لاصق اللي هو بتاع الفلوس ده، او اللي هو بتاع ورق الحائط، اللي هو ايا كان من الاتنين الظاهرين قدام الشاشة دول. هتقولي ليه بقى يا محمد؟ هقولك. شايف انت الاطراف متحددة ازاي ومش واصل ليها اللون؟ هو ده عمل الشريط اللاصق. احنا قبل ما نرسم الرسم اصلا احنا بنحط شريط لاصق كده على الحواف بحيث ان يديها جمالية، ان الحواف ما تبقاش فيها اي حاجة، تمام؟
اصلا لاخر الفيديو. فياريت تكون استفدت من الفيديو وعرفت واتخذت قرار انت اشتريتها ولا لا. انا عن رأيي الشخصي لو هتسألني ايه رأيك عنها، انا اقولك ان الالوان جامدة جدا يعني. لو لو انت عايز تجرب خامة جديدة في التلوين عموما، انصحك بيها جدا. يعني في متناول اليد الجميل، اللي هو سعرها متناول وخامتها جميلة جدا، وهتستمتع جدا وانت ترسم بيها، وده رأيي الشخصي طبعا. المهم ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، وتكتب لي كومنت لو الفيديو عجبك. والسلام عليكم.